بقول لك يا برو، ايه يا حبيبي. انا مليتني القهوه العاديه، ما تعمل لنا قهوه اللي هي ام فانيليا دي. رحت سالت على علبه قهوه فانيليا كانت غاليه جدا. بكام يعني؟ كان 50 جنيه. كان لقيتها ب ها؟ 125 جنيه اللي هي 80 جرام. طب ما تعمل لنا بقى حاجه زي كده انت باختراع شاطر باقل يعني. تكلفه ممكنه، عشان الصراحه يعني الدنيا. تصدق واد انت عجبتني، والفكره دي برضه حلوه. اركن القهوه دي على جنب، تعالى معايا اوريك اعمل لك قهوه بالفانيلا ازاي بجنيه واحد. اوبا يلا يلا بينا يا بينا. برو. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ واهلا بيكم في فيديو جديد. وزي ما شفتوا في بدايه الفيديو ده كان طلب شخصي من سيدوني، بس احنا قلنا بقى ايه نشاركه معاكم. لقينا ان القهوه اللي بالفانيليا سعرها بيبدا معاك من 125 جنيه للعلبه اللي هي بتبقى 80 جرام، تخلص معاك في 5-6 كوبايات. طب وعلى ايه؟ جايب لكم النهارده بقى طريقه هداوي في القهوه بالفانيليا لكيفه القهوه، وهي سعر القهوه العاديه جدا، يا دوبك هنزود حاجه بسيطه قوي. بس يا ريت قبل ما نبدا تنزل تعمل لايك وسبسكرايب وكومنت كده يشجعنا، عشان احنا فعلا بنتعب جدا عقبال ما بنلاقي الوصفات والهبدات والافتكاسات اللي بنعملها عشانكم. والاخ اللي بيمنتج دوت وطلعان عينه في المونتاج كل يوم بيصيح لي بيقول لي يا اسطى عايزين دولارات يا اسطى. من غير رغي اكتر يلا بينا نشوف الكلام ده على ايه. اول حاجه هنعملها ان احنا هننزل كل حاجه زي ما بنعملها في القهوه العاديه جدا. فانا القهوه الجميله بتاعتنا بقى كده اهو هنزل بمعلقه ونص، بس معلقه متعبيه، وادي نص. وطبعا عشان الدايت فانا بستخدم سكر دايت، مش عاجبك ما تشربش معايا. فاحنا هننزل كده بمعلقتين، والسكر حسب الرغبه برضه عامه. ننزل بقى بشويه ميه كده في الكنكه، نفضل نقلب لحد ما القهوه تدوب خالص في الميه. ريحه القهوه يا اسطى جامده. سبحانه. انت اي حاجه بتشمها بتقول ريحتها جامده. لا ريحتها احنا بنبقى ماشيين في الشارع بيشم ريحه الحاجه اللي عند النجار اللي بيرشها على الخشب ده، بيقول لي ريحتها جامده. ما بتعجبكش انت كمان؟ بتعجبني بس ما ينفعش اكلها. كده القهوه بتاعتنا تكون جاهزه. التركايه بقى يا معلم، ازازه فانيليا ب5 جنيه من عند اي عطار. الازازه دي هتكفي معاك مثلا 5-6 كوبايات. انت متخيل؟ ب5 جنيه. نفتحها كده وهننزل بنقطتين، عشان دي الفانيليا بتاعتها بتبقى شديده شويه، بلاش تتغشم فيها عشان ما تديلكش سنه لزعان في القهوه. فاحنا هننزل بنقطتين بس كده، نقطه، ايوه كده اهو. وبلاش تنزل بفانيليا باودر، عشان جربتها برضه قبل ما اعمل لكم الفيديو ده، حسيت ان ملهاش طعم خالص، يعني وجودها زي عدمه. بعد ما نزلنا بالفانيليا بقى نقلب، ده تقليبه حلوه. ودلوقتي بقى يا معلم على البوتاجاز بتاعك والنار الهاديه بتاعتك والطريقه العاديه جدا للقهوه هنعملها ونرجع لكم نقول لكم راينا فيها. دلوقتي بقى بعد ما عملنا القهوه وبعد ما نزلتها على الترابيزه، المعلم خبط الترابيزه برجله، ضيع الوش بتاع القهوه بتاعته ماليش دعوه. بما انه بقى طلبك انت، فانت تيجي جنبي كده وتدوق، وانت اللي هتقول للناس رايك، مش هقول لهم انا رايي. دوقني يا برو دوقني، اصل انا القهوه العاديه مش بتكيفش منها قوي. شم ريحتها بس كده الاول، وبص دلع مناخيرك. لا ده ريحه جامده. الله، لا ده حاجه عاليه جدا، حقيقي يعني. قول للناس رايك بقى، انت هتفضل تشرب؟ ما هي جميله. قول للناس رايك، وايه الفرق بينها وبين قهوه الفانيليا طالما انت جربتها في قهوه وعجبتك. بصوا يا جماعه، انا في الاساس مش كيف قهوه، يعني مش بشرب القهوه الحب فيها، بشرب عشان خاطر مثلا عندي سهران محتاجه اطبق بتاع، فكنت سهران عشان خاطر، يعني كنت مضطر اسهر عشان خاطر كان في فيديو لازم ينزل النهارده، فكنت قاعد امبارح بمنتجه. فطلبت كوبايه قهوه كده بالفانيليا، شفتها في المنيو كانت عامله 35 جنيه، فقلت اما اجربها، يعني احسن من القهوه العاديه، لان القهوه العاديه ما بحبهاش طعمها، ما بتبقاش حلوه. فانا بقول ان القهوه دي بالنسبه لفرق السعر المهول، لا طبعا القهوه دي تكسب، يعني هو اصلا خلصها. بس حبيبي، بس يا بابا انا بحب القهوه او القهوه دي، فانا مش هعرف انام بالليل. اتكل على الله، يلا. وبس كده يا معلم، فيديو النهارده كان فيديو صغير كده في اللذيذ. لو عجبك الفيديو بقى ما تنساش تنزل تعمل لايك وسبسكرايب، عشان في فيديوهات جايه في الطريق هتعجبكم قوي. ونشوفكم الفيديو الجاي، سلام.